السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا على القناة. إحنا النهاردة شايفين ملف كسر مسامير وخرج من القاعدة بتاعته وضغط في المغناطيس بتاع الفراغ وبدأ يلف وقطع السلوك. طبعا ده من بعد ما عملنا بعض العمليات. بالمناسبة تثبيت البرامج إيه اللي عملناه؟ إحنا بدل ما نستخدم المسمار راس جبنا مسمار أطول وقطعناه، بس طبعا اضطرينا بعد ما اتكسرت القواعد بتاعت المسامير دي اضطرينا إن احنا نزود عمق الثقب بتاع المسمار اللي هو 8 مللي اللي هو 8، بحيث إن احنا نبدأ نعمل سن جديد نربط فيه المسمار بتاع الملف. طبعا ربطنا المسمار وربط كويس جدا، واضطرينا طبعا نستخدم المعجون اللي هو معجون اللحام بحيث إن احنا نثبت المسمار تثبيت جيد. هنا كده طبعا عملنا المسمار وطلعنا الراس بتاعته واستخدمنا كجويد موجود ثابت، لأن كام مرة الملف ده راح الراجل كام مرة ميكانيكية مش حل فيه. دايما كان متكامل ملف من غير الشهر ثابت وراح، لأن طبعا السن خفيف لغاية 8 حراري، فأحسن إنك أنت بتثبت المسمار بمادة وأنت بتربط، أو تربط المسمار وأنت متأكد إن تحت منه نضيف مفيش فيه وساخة، مش عارف ترفع المسمار وتخليه يعرش معاك الرباط، لأن الملف مع الحركة ومع الزلزلة بتاعت المحرك يلف ويبدأ يعمل ترسل هنا احنا بعد ما عملنا الملف نتأكد من الانتظام وحرية حركة الانتظام مع الملف، وإن ما يكونش فيه احتكاك من الحاجات اللي بتبقى زي اليمين، ما فيها أي حاجة بتسبب لنا مشكلة. دي عملية النهائي بعد تقفيل الملف. كده احنا تمام، اطمنا نبدأ نركب الفحمة. طبعا الفحمة دي قطعة لوحدها مستقلة، وزي ما انتم شايفين احنا بنحتاج ننظف طبعا البوابة والحاجات دي يعني التنظيف لازم من التنظيف عشان البوابة بتاعت القلوظة وتمشيط السن والكلام ده كله، بتلزم ان انت تشيل البوابة دي عشان ما تربطش في المغناطيس وتبدأ تعمل لك احتكاك أو مناطق احتكاك في قلب الملف. شايفين الحاجات دي، الأجزاء دي كلها تأكلت والملف انتنى وبدأ يلف جوه مع المغناطيس على السالب، فأكل من أجزاء الألمونيا اللي في الوش، واضطرينا نحط عليها معجون عشان نخلق قاعدة جديدة من المادة بتاعة المعجون. ربنا يسهل والمعجون يكون من النوعية الجيدة ويمسك ويعمل